أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست نقطة تحول، البودكاست اللي هنتكلم فيه عن مشكلات حقيقية بنعيشها وندور مع بعض على طرق نعدي بيها ونكمل. أنا نانا جمال، ويسعدني جدا ويشرفني إننا نبدأ سوا الرحلة دي. أنا عايز أسمع منكم، اتعرضتوا للتنمر قبل كده؟ رد فعلكم كان إيه؟ كانت إيه نقطة التحول اللي خرجتوا بيها من رحلتكم أو قصتكم؟ ابعتولي على صفحة الانستجرام mindmind1515 أو الفيسبوك بالعربي ربع ساعة عقل مع نانا جمال. التنمر كلمة ما كانش ليها أي وجود لحد فترة قريبة، لكن كان في ناس عايشة تأثيرها في صمت وثابت جواهم وجع كبير. التنمر مش بس في المدرسة أو في الشارع أو حتى على الإنترنت، أحياناً التنمر بيكون جوه البيت، لما يتريقوا عليك لأنك حساس أو يقولولك إنك لازم تتعود، لما تتقارن دايماً بحد تاني في العيلة. التنمر مش لحظة، التنمر سلوك بيتكرر، وكل ما بيتكرر كل ما تأثيره بيغرس جوه الإنسان فكرة أنا أقل، أنا مش كفاية. التنمر مش بس إن حد يشتمك أو يضربك، التنمر ليه أشكال كتير. لما حد يضحك عليك عشان شكلك أو جسمك أو طريقتك حتى في الكلام، لما يتجمعوا ضدك عشان أنت مختلف، أو لما يبعتولك كلام مؤذي أونلاين، لما تتحط في موقف محرج قدام الناس عشان حد شايف نفسه بيضحكهم على حسابك. المشكلة مش بس في اللي بيعمل كده، المشكلة كمان في اللي بيشوف وبيسكت، وفي اللي بيضحك ويشجع. تعال أقول لكم حاجة علمية. الجمعية الأمريكية لعلم النفس عرفت لنا التنمر بأنه سلوك عدواني متكرر هدفه إيذاء شخص آخر بدنياً، نفسياً، اجتماعياً، وبيكون في فرق في القوة بين الطرفين. تعالوا ناخد فقرتنا التانية، أنا تعرضت للتنمر. هحكي لكم عن موقف بسيط حصل لي زمان بس لسه فاكراه لحد دلوقتي. عارفين من وانا صغيرة في المدرسة كل يوم كان في بنت بتعلق على شكلي، شعري، صوتي، لبسي، وحتى اسمي. ده كان دايما لحد الجامعة. تخيلوا، كنت بضحك عشان أعدي، بس الحقيقة إن كل تعليق منهم كان بيكسر فيا حتة صغيرة. في بنوتة من متابعين البرنامج أول ما عرفت عن حلقتنا بعتتلي وقالت أنا تعرضت للتنمر بسبب وزني. كانوا دايما بينادوني بأسماء بشعة، يقولولي يا تخينة، يا بطاطا، لدرجة إني كنت بروح المدرسة بخوف وارجع بدموع. عدت سنين كتير ولسه عندي مشاكل في الثقة بالنفس. أحكي لكم موقف في الجامعة عندي. في كمان شخصية بعزها جدا من زمايلي في الجامعة، دايما صحابنا مسميينه طيخة. مش عارفة الحقيقة الكلمة دي كانت بتبسطه لأنه اتعود عليها ولا كانت بتضايقه وبيحاول يعديها. من زمايلي في الفويس اوفر الشباب كان في شاب بصوته رفيع شوية، كل ما يتكلم يقلدوه ويسخروا منه، بقى يكره يسمع صوته أصلا ويخاف يتكلم قدام الناس. مع الوقت دخل مجال الأداء الصوتي وبقى مؤدي دوبلاج ناجح جدا. أقول لكم كمان، عارفين البؤجة في يوميات ونيس؟ واحدة من الممثلات اللي بحترمها جدا وبحبها قوي، ريم أحمد. ريم أحمد شعرها كيرلي وجميل قوي. في إحدى اللقاءات كانت بتتكلم إنها واجهت تنمر على شعرها الكيرلي على طول، لدرجة في مرة كانت في إحدى البلاد الأوروبية وكانت عاملة شعرها ستريت، ولما رجع شعرها لطبيعته الكيرلي مرة تانية وخرجت في مكان، الناس انبهروا بشعرها لأنه بالنسبة لهم مميز جدا وجميل. ومن هنا رجعت لها الثقة إنها بالفعل مميزة ومش المفروض تخبي جمال شعرها مرة تانية. في مواقف كتير منها السوشيال ميديا، زي واحدة حبت تنزل بوست بسيط، فجأة حد كتب لها يا فاشلة، انتي بتحاولي ليه أصلا؟ الكلام فضل يرن جواها لفترة طويلة وسبب لها وجع شديد. أما من مواقف العيلة اللي في ناس مننا متعودين عليها في البيت، كل ما تغلط أو تفشل شوية، بصي أختك أحسن منك إزاي، عمرك ما هتنجحي. الوجع لما بيجي من العيلة بيوجع أكتر. موقف صعوبة التعلم مثلا، إن ولد دايما بيفشل
بيسمع انت فاشل، اكتشف بعدين انه عنده مرض، وبعد سنين تعب، نجح، وبقى بيساعد طلاب عندهم نفس التحدي. وغيرها وغيرها مواقف كتير موجودة، منها البشرة سواء بيضة أو سمرة بزيادة، حتى اللدغات اللي بتكون غصب عننا. في مرة من كتر ما الموضوع صعب ووجعه بيزيد، رحت سألت طبيب نفسي، سألت الأستاذ الدكتور خالد، وده طبيب نفسي متخصص، وقال لي المشكلة في التنمر مش بس في اللحظة، لكن في الفكرة اللي بيزرعها في عقل الشخص. الضحية ساعات بتفضل شايلة أثر الكلام ده لسنين. ده ممكن يوصل لمشاكل زي القلق، الاكتئاب، اضطرابات الأكل كمان. مهم جدا نسمي اللي حصل باسمه، تنمر، نواجهه وما نسكتش عليه. كمان في دراسة إحصائية بتقول في إنجلترا قالت إن 7 من كل 10 طلاب بيتعرضوا لشكل من أشكال التنمر خلال التعليم، و20% منهم بيعانوا من أعراض اكتئاب بسبب ده. اللي بيتعرض للتنمر مش ضعيف، هو بس بيحاول يعدي اليوم من غير وجع، بس التراكم مؤلم، وللأسف ساعات بيسيب جوه الشخص أثر نفسي كبير، قلة ثقة، عزلة، خوف من الناس، ويمكن اكتئاب، وده حاجة صعبة جدا. بس الحقيقة أنا مش لوحدي، وإنت كمان مش لوحدك. في ناس كتير مرت بالحاجة دي وخرجت منها أقوى، وعملت نقطة تحول حقيقية في حياتها. تعالوا نبدأ فقرتنا الثالثة، وهي أعمل إيه؟ لما بتتعرض للتنمر طبيعي تحس بالوجع، طبيعي تبكي، لكن مش طبيعي تسكت أو تفكر إنك تستاهل ده. تعالوا نبدأ مراحل أو خطوات تساعدنا. أول خطوة، اعرف إنك مش السبب، العيب مش فيك، العيب في الشخص اللي بيحاول يقلل منك عشان يحس إنه أفضل. تاني خطوة، لازم توقف الشخص ده بصوتك أو تطلب مساعدة من شخص موثوق. كلم حد تثق فيه، سواء صديق، مدرسة، أخصائي، أي حد بيسمع لك. ما تقللش من مشاعرك، اكتب اللي حسيت بيه. ابعد عن الناس اللي بتستغلك حتى لو كانوا زمايلك أو صحابك. افتكر إن قوتك مش في سكوتك، لكن في وقوفك لنفسك. تالت خطوة، اشتغل على نفسك، مش عشان تثبت لحد حاجة، لكن عشان تفضل سليم من جوه. مارس أي حاجة بتحبها، اتكلم، اكتب، ارسم، غني، خرج كل اللي جواك بأي طريقة. رابع خطوة، ودي مهمة جدا، لو شفت حد بيتعرض للتنمر ما تتفرجش. كلمة منك ممكن تكون الحاجز بينه وبين الانهيار. في ختام حلقتنا، يمكن نكون لسه في بداية الطريق، لكن كل مرة بتواجه فيها حاجة صعبة وبتختار تتكلم عنها أو تساعد حد، انت بتخلق نقطة تحول. أشكركم إنكم كنتوا معايا النهاردة في أول حلقة من بودكاست نقطة تحول. ما تنسوش تشاركوا الحلقة مع صحابكم، واستنوني الحلقة الجاية عشان نتكلم عن ضغط الأهل، حب ولا سيطرة. كنت معاكم نانا جمال، سلام مؤقت.